ازيكم؟ انا شروق حكيم واتمنى تكونوا بخير. النهارده باذن الله هكلمكم عن موضوع مهم جدا. اول حاجه عايزين نتفق عليها ان انتوا لازم تكملوا الفيديو ده للاخر عشان تعرفوا بالظبط الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم. لو خدتوا جزء وجزء لا، بنسبه كبيره الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم مش هتوصل. فحاولوا قدر الامكان تسمعوا الفيديو كله عشان فعلا هتستفيدوا. طيب ندخل في الموضوع. مين فينا مش عنده أحلام أو أهداف؟ خلينا نسميهم المسميين دول عشان فعلا هي أحلام لناس وأهداف لناس تانية. يعني إيه الكلام ده؟ فرق بين الأحلام والأهداف، لازم دايما تعاملوا نفسكم بالصورة اللي فعلا عقلكم يستوعب مع الوقت إن هو ده أنتوا، هو دي الحقيقة، إن دي مش مجرد أحلام، دي أهداف يعني قابلة للتحقيق. أنت في يوم من الأيام هتوصل لهناك وهتكون حققتها. لكن فكرة أحلام من كتر ما بتقول إن هي أحلام أحلام أحلام، عقلك أصلا بياخد على حاجة زي كده وفعلا بيكون شايفها احلام. فدايما خاطبوا عقلكم بالشكل اللي انتوا فعلا عايزينه يكون هو عليه بيه. طيب احنا ليه مش بنوصل لفكره ان احنا فعلا عايزين نحقق اهداف او غايه في حياتنا؟ هل هي عشان صعبه؟ بنسبه كبيره لا، ده مش حقيقي تماما. هي مش عشان صعبه، هي عشان مش مألوفه في المحيط اللي احنا فيه. لو احنا اول مره نعمل حاجه او نذكر حاجه، او الحاجه دي لو الحاجه دي فعلا مش مألوفه في الطبيعي اللي احنا فيه، احنا فعلا هنشوفها مجرد احلام، هنشوفها حاجه مش واقعيه لان احنا ما شفناهاش قدامنا قبل كده. لكن مجرد ما احنا نخاطب نفسنا بان فعلا دي حاجه انا اقدر اعملها في يوم من الايام، كل اللي عليا ان انا التزم ببلان انا حطيتها، فانا هقدر اوصل لكده. يبقى اذا انا ما وصلتش لسه لاحلامي او لهدفي عشان هي صعبه، لا، هي حاجه مش مألوفه، هي حاجه انا مش معايا البلان بتاعتها، انا لسه عماله اجرب واحاول، اشوف هنا ما لقيتش هنا بشوف هناك. فده مش معناه ان انا فشلت ابدا، ده معناه ان انا بحاول لسه. فدي برضو نقطه مهمه جدا. مبدئيا لازم نتفق ان اهدافنا مش صعبه، هي بس مش مألوفه، مش حاجه نورمال في المحيط اللي احنا فيه، والا كنا وصلنا لها من زمان جدا. فتاني حاجه ان احنا لازم نخلي الاهداف دي قابله للتحقيق. ازاي اخليها قابله للتحقيق؟ يعني ان انا امشي على بلان، خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، كل يوم بعمل حاجه عشان في النهايه اوصل للطريق اللي انا عايزه اوصل له. تمام؟ طيب ايه هي بقى الطريقه اللي فعلا لو انا عملتها اقدر ان انا اجذب او اوصل للحاجات اللي انا نفسي فيها او عايزه احققها؟ هي طريقة واحدة. هما أكيد كل واحد ممكن يكون مر بتجربة مختلفة، لكن هقول لكم أكتر طريقة مشيت معايا أنا شخصيا. طب مثلا هل أنا كلامي قرآن أو حديث؟ أكيد لأ. فأكيد في ناس ليها طرق تانية وفي حاجات أكتر من كده بكتير، لكن أنا هقول لكم على الحاجة اللي فعلا مشيت معايا لأن نورمال، يعني دي حاجة اللي أنا أعرفها. ماشي. أول حاجة وأهم حاجة، وأنا متأكدة إنكم سمعتوا الكلمة دي قبل كده لكن برضو متأكدة جدا إن مفيش ناس عملت بيها، إنك ترمي نفسك في الحاجة اللي أنت عايز توصل لها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عارف ومتاكد ان انا مستحيل اما اقدم على الشغل ده هيجي. انا مش متاكد، انا يعني عندي ثقه تماما. انا اصلا هقدم ليه؟ هو يعني فكره ان انا قدمت من ان انا ما قدمتش، الاثنين ما فيش بينهم اي فرق تماما. انا هقول لك قدم حتى لو انت عارف ان هو مش هيجي لك. على الاقل لما تترفض هتبقى عارف سبب الرفض ده ايه، وهتبدا تشتغل على الحاجات او المهارات اللي كانت ناقصاك. فدايما ارمي نفسك في الحاجه اللي انت مش عارفاها، اللي انت اول مره تسمعي عنها، اللي انت نفسك فيها، اللي انت عارفه ان صعب جدا توصل لها. وبمناسبة الموضوع ده عايزة أشارككم فكرة جاية من جملة هقولها لكم دلوقتي. إن البني آدم اللي بيحاول دايما هيلاقي طريق، لكن البني آدم اللي مستني المحاولة تجيله أو مع صح الفرصة تجيله ده مش هيلاقي حاجة خالص. الموقف بقى اللي عايزة أقوله لكم إن كان في شبه زي تجمع كده الأماكن، يعني أماكن كتير جنب بعض. الأماكن دي معروف جدا رينج الفئة أو الناس، فئة الناس اللي بتدخلها. فصعب قوي تلاقي حد من طبقة أقل من كده بيدخل الأماكن دي، صعب بشكل اللي هو حرفيا مستحيل. هي انت لما تدخل هناك مثلا النورمال انك هتصرف مثلا من 20,000، ده النورمال طبيعي في اليوم. اوكي؟ فدي حاجة اوفر جدا، مفيش حد يقدر ان هو يتحمل حاجة زي كده الا لو هو كان فعلا تبع فئة معينة من الناس. لمجرد ان في حد كان كل يوم بيحاول وبيروح الاماكن دي ويسعى ويحاول يدور على اماكن زي كده يدخلها عشان مثلا يوسع علاقاته او يكبر دايرة معارفه من فئة الناس دي، فهو فعلا لقى ان في اماكن كتير جدا شبه فري في اماكن زي كده هو فعلا ممكن يروحها. ما كانش اي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده وما زال ما حدش يعرف حاجه عن الموضوع ده، لكن ده عشان كان شخص سمع ان الجزيره اللي هناك دي عليها كل الناس دي من فئه A to B فقط، ما فيش حد تاني بيدخل، يعني مش هتلاقي C او D او اي فئه تانيه هناك. لكن لمجرد ان هو كان بيروح كل يوم ويشوف ويحاول يدخل ويشوف ويدور على اماكن، لا اماكن كتير زي كده يقدر ان هو يدخلها هو بس عشان بيحاول. لكن الناس اللي بتعدي كل يوم على الجزيره وتبص وتمشي وما بتعملش حاجه حرفيا ما وصلتش لاي حاجه. عايزه اقول لكم ان هو ما كانش يتخيل، ما حدش كان يتخيل ان هو فعلا هيوصل لحاجه زي كده، لكن او ان هو مع صح يدخل يعني مكان زي كده، لكن عشان هو كان بيحاول، كان بيدور، كان تقريبا يروح يجي يشوف يسال، فهو وصل للمكان اللي هو كان عايز يروح.
أتمنى الفكرة تكون وضحت. ففعلًا الأحلام أو خلّينا بقى نقول الأهداف بحد ذاتها هي مش صعبة تمامًا، الفكرة كلّها إن ما فيش road map واضحة 100% لإنّك أنت في الأول مش عارف، حتى لو كانت الroad map قدّامك دي هي اللي صح 100% أنت already مش عارف إن هي اللي صح، لإن زي ما قُلنا أنت أصلًا مش عارف، فأنت بس بتحاول وتجرّب، تحاول وتجرّب، تحاول وتجرّب ومصيرها في يوم هتيجي، فارمي نَفْسك في الحاجة اللي أنت عايزها دايمًا. كده عرفنا إن البلان فيها أول حاجة إن أنا فعلًا هارمي نَفْسي في الحاجة اللي أنا عايزة أكون فيها. تاني حاجة ما افرضش على نفسي أبدًا أي limit، أي limit تم وضعه في هذا الكوكب ما يتفرضش عليَّ أبدًا، حتى أي limit أنا باحطه على نفسي ده limit وهمي 100%. الlimit الوحيد اللي بتكون عليه أنت هو إن أنت unlimited، ده الlimit الوحيد، لإنِّك كده فعلًا هتحطي دايمًا قدراتِك في حتة اللي هو ليها دايمًا حد وتُقف. لكن الطريقة الصح إن أنا النهارده كنت 1 بكرة بالممارسة هابقى 2 بعده هابقى 3 لحد ما أوصل ل100 وأكون 100% وأبدأ كمان أعدّي. تمام، فالفكرة بتاعة إن في limit كذا، فكُلّه مثلًا وصل لحد النقطة دي جري النهارده ما فيش حد كمّل، ليه؟ ما أعرفش، بس ما فيش حد كمّل كُلّه وقف هنا ورجع، أنا هاكمّل. تمام، أنا تعبت طيب لحد فعلًا ما هم وقفوا، عشان كده فعلًا هم كلّهم رجعوا ووقفوا. آخُد خطوة واحدة بس لقدّام، وآجي بُكرة هاخد خطوتين لقدّام، بعده 3 لقدّام، كده، وأكمّل بالنظام ده. دي الطريقة الوحيدة اللي فعلًا هتقدر تكمّل بيها وتوصل لأهدافك وأكتر من كده بكتير. إحنا عرفنا إن أول حاجة أنا هارمي نفسي في الحاجة اللي أنا عايزاها، وتاني حاجة إن أنا فعلًا هابقى unlimited ومش هافرض على نفسي أي limit سواء كان جاي من برّه أو حتى جاي منّي أنا، أنا بالممارسة هاوصل للي أنا عايزاه وأكتر من اللي أنا عايزاه. تالت حاجة وأهم حاجة اتكلمت عليها كتير أوي، بس حسيت إن أنا قبل كده يعني ما كنتش موضّحاها بشكل اللي أنا لمّا رجعت الفيديوهات شُفتها، وهي فكرة البيئة. البيئة هي قد تكون تاني عامل مؤثر في حياتك بعد البيت اللي أنت فيه، تمام؟ هنا لو أنا باتكلم على البيئة كland يعني كأرض، أنا مش باتكلم خالص على البيئة كأرض أو كمناخ خالص، وما كانش ده قصدي عليها يعني لو أنتم فهمتوه مني قبل كده بالشكل ده. أنا اللي أقصده البيئة دايمًا كالناس، الناس اللي حواليّا. عمر ما كانت البيئة كفكرة إن هي حاجة جماد زي الأرض أو مكان أنت عايش فيه دي ليها أي علاقة بيك. it's normal. ده حاجة ما لهاش أي علاقة بيك، أنت واحد قُمت في الدنيا لقيت نفسك في مكان زي كده it's okay، ما فيش أي مشكلة في الكلام ده، دي حاجة طبيعية جدًا. المشكلة التانية اللي بجد هي البيئة كناس، لإن الناس بنسبة كبيرة هم مش هيكونوا في البيئة اللي أنت حاببها دي، فهنا هيحصل شِبه يعني اللي أنت مش عايز البيئة land وناس وكل حاجة، لكن الحقيقة إن فعلًا العامل الأساسي هو دايمًا بيكون الناس، فأنتِ دايمًا حاوطي نفسِك بفئة ناس فعلًا أفضل منِّك، ما ينفعش أصلًا تكوني في فئة مكان أنتِ شايفة كل اللي فيه زيِّك أبدًا، مش أقل منِّك، لأ، أقل منِّك دي إحنا بعيد أوي، لأ ما ينفعش يكونوا زيِّك. بيقول لِك إيه، لو أنتِ شايفة نفسِك إن أنتِ الأذكى في الأوضة، فالأوضة أنتِ في الأوضة الغلط، روحي أوضة تانية فيها ناس أذكى منِّك. فدايمًا اعملوا بالمقولة دي دايمًا، لإن هي صح 100%. كل ثانية في حياتِك إن ما كانتش تعملي فيها حاجة مفيدة أو إنِّك ترتاحي فيها نفسيًا، حرفيًا نامي، ما تعمليش أي حاجة أحسن، لكن ما تختلطيش أبدًا بفئة ناس تاخدِك لتحت. تمام؟ فلازم دايمًا نتحكم في دايرتنا اللي حوالينا من الناس بشكل حرفيًا أمسك كل حاجة، أمسك تليفوني، أمسك social media، أمسك مكالمات، أمسك كل حاجة، وأبدأ أشوف فعلًا مين هيفيدني في حياتي ومين لأ، وأشيله خالص من دماغي، من حساباتي. في ناس هتقول طبعًا إن دي مش فكرة كويسة وإن في حاجة أهم من كده بين الناس، زي إن إحنا دايمًا يكون في مودة بيننا وبين بعضينا وكل الكلام الجميل ده، دي حاجة حقيقية جدًا، بس بنسبة كبيرة لو الناس دي مش هتفيدِك فهي هتضرِّك، هي ما لهاش حل تاني، ما فيش حد بيكون في النُص دايمًا، هو بنسبة كبيرة جدًا الشخص اللي في النُص ده بينزل تحت، يعني بيسوق. فأنتِ في الحالة دي هتسوقي معاه لو هو حد في حياتِك، لإن طبيعي جدًا أنتم هتتقابلوا وهتتكلموا، مجرد كلامه بس أصلًا ممكن يدخّلِك في حالة تشاؤم كاملة، فحرفيًا الوضع مش مستاهل ولا ناقص، فبليز بلوك كفاية أوي، أو على الأقل إن إحنا نتجنبه تمامًا ويكون بيننا سلام فقط. فأنا ده اللي كنت أقصده بفكرة البيئة، الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك هم أنت، تمام؟ آخر حاجة وهي أهم حاجة، أو ممكن نعتبرها المفتاح السري اللي فعلًا يقدر يوصّلنا لأي حاجة إحنا عايزينها في الدنيا عمومًا، هي الاستمرارية في إن أنا أعمل اللي المفروض يتعمل، تمام؟ إن أنا أستمر في محاولاتي لحد ما أوصل للهدف اللي أنا عايزة أوصل له، وأعمل كل حاجة أقدر أعملها، كل حاجة في إيدي وكل حاجة المفروض أعملها، مش أنا عايزة أعملها. لو عايزين تعرفوا أكتر بين فكرة إيه هي الحاجات اللي المفروض أعملها والحاجات اللي أنا عايزة أعملها، هاوضّح النقطة دي كويس جدًا في الفيديو الجاي بإذن الله. ده كان فيديو النهارده، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وأتمنى من كل قلبي حقيقي تطبّقوا أهم حاجة اللي إحنا قُلنا عليه، لإن كده وقتكم مش هيكون راح هدر، ودي أهم حاجة. وأشوفكم في الفيديو الجاي، مع